السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو الجديد، الجامعة الملكية المغربية تتوصل من لجنة الأندية في الكاف برسالة على أساس أن نهضة بركان قد انتصرت في المقابلتين بين اتحاد العاصمة بمناسبة نصف نهائي كأس الكاف ب6-0. بالمقابل، الصحافة الجزائرية تضحك على الشعب الجزائري وتمدد صبره حتى لا يغضب وحتى لا يثور على القرارات العشوائية للنظام العسكري. ما فعلوه في مقابلة الكاميرون يريدون أن يعيدونه مع المغرب، لكن هيهات ثم هيهات. كل الصحافة المغربية الآن تعمل لتوضيح كل شيء للرأي العام الجزائري بطبيعة الحال، لأن هناك جريمة، وسنعود لهذا الموضوع في فيديو لاحق. النظام الجزائري يستغل ما فعله في العقل الجزائري للضحك على الجزائريين. العدو الأول الشعب الجزائري هو النظام العسكري. أخطر إنسان أو أخطر نظام يمكن أن تصادفه في حياتك هو من يستغبيك، هو من يستحمرك. النظام العسكري الجزائري يستحمر الشعب الجزائري. في هذا الفيديو القصير خلاصة القول بأن العسكر الجزائري يطيل صبر الجزائريين كي ينسوا هذه الهزيمة النكراء وهذا الخطأ الفادح، وإدخال ما هو سياسي في ما هو رياضي. وعلى الإخوان المغاربة فرضا أو مؤسسات أو صحافة أو إعلام أن يواجهوا هذا النظام العسكري الغاشم الذي يستهتر بمقدرات الشعب الجزائري في ما هو لا يعود بالفضل على الشعب الجزائري، ومعاكسة بطبيعة الحال لكل ما هو مغربي. شكرا إخواني لكم، وإلى فيديو لاحق، والسلام عليكم.